دي اخرة اللي يروح مكان محدش يعرفه ويقرر يجربه. انا اللي خلاني جربت المكان ده ان الفجر كان قرب يأذن وخلاص ميعاد السحور جه، فطلبت كل حاجه موجوده عندهم في المنيو. وكمان اكتر حاجه شدتني للمكان ده الزحمه الكبيره اللي كانت موجوده عليه، وما شاء الله المحل كان زحمه بره وجوه ربنا يزيد. وكل حاجه عندهم بتشوفها وهي بتتعمل وتتعبى قدام منك، سواء الطعميه او اي حاجه من الحاجات اللي شفتوها في اول الفيديو. وبما ان الفجر خلاص كان قرب يأذن والسحور كان هيفوتنا، قلنا للراجل نزل لنا كل حاجه من المنيو اللي عندك على الترابيزه. قال لي يا بيه انا ما عنديش منيو، ولكن دي كل حاجه موجوده عندي. ومسكت العيش البلدي خبطته في بعضيه ودخلت اول حاجه على الفول المحوج، وبصراحه عايز اقول لكم ان طعمه كان جميل ولكن كان ناقصه ملح. اما بطاطس الجمبري فكانت جميله جدا وما فيهاش ولا غلطه. والطعميه المحشيه عندهم جميله والحشو حلو وما فيهاش ولا غلطه، ولكن عيبها ان هي حراقه. لا وكانوا عاملين اختراع غريب كده اسمه طعميه بالبيض المسلوق، وانا من وجهه نظري شايف ان الناس دول حاجتهم تستاهل وجميله واسعارهم كويسه. واخيرا عشان ما اطولش عليكم، عنوانهم في شارع رجب صديق متفرع من البحر الاعظم جزيره الدهر.